الصيانات الدورية كلنا بنعملها لعربياتنا عشان تفضل ماشية بكفاءة لأطول فترة ممكنة، بس في شوية صيانات تافهة كده بحب أعملها لعربيتي، حنتفة زيادة أو شوية حسوكة كده، قلت أشاركها معاكم. والصيانات دي غالبا هتلاقيها بتتعمل في عربيتك لو أنت بتعمل صيانتك في التوكيل، وبتتعمل وأنت ما بتشوفهاش ومحدش بيقولك عليها. كمل بقى معايا الفيديو وأنا هقولك. اول حاجه الكوالين بتاعه الابواب، كل فتره لازم انضفها بفوطه نظيفه وبعدها بمناديل مبلله عشان اشيل اثار التراب والشحم اللي موجوده عليها، ومش برش عليها اي منظف عشان ما ياخدش الشحوم والتراب ويخش بيها جوه الكالون. وبعد كده برش عليها سبراي شحم ابيض، ده بيسهل حركتها وما بيخليهاش تبقى خشنه مع الوقت. وبعمل كده في كل الكوالين بتاعه ابواب العربيه والشنطه والكبوت. تاني حاجة، ودي حاجة بيعاني منها كل اللي راكبين سيات ليون حتى لو شاري العربية من أول الزيرو، الأبواب وفتحة السقف دايما بتزيق وبتعمل أصوات مزعجة، خصوصا في المدقات والطرق المكسرة وعلى المطبات. وأنا بقى بحل الموضوع ده بإن أنا باجي كل أسبوعين وأرش على الكاوتش بتاع فتحة السقف وكاوتش الأبواب سبراي سيليكون، وده سبراي شفاف بينعم الكاوتش ويخليه طري، وده مش بيمنع الأصوات بس بيخليها تقل جدا. والحركة دي بعملها تقريبا كل أسبوعين أو 3. في بقى شوية حاجات تانية حنتفة زيادة بس مش هتكلم عنها في الفيديو ده، وهسيبكم تشاركوني شويه حاجات من اللي بتعملوها في الكومنتات، يمكن الاقي حد محنتف وبيحب عربيته زيي.